هذا يقولون طالع من المطبخ الحين. اوه يهاجمني. ايه اخ العيال. رجعك المطبخ. طبعا انا احنا طالعين جبل ما له شيء حد، يعني خلني بوريك. مو تشوف المبنى ده، مو تشوف المباني ورا الغابة يبدأ الدرج. هذا ترى أقرب شيء مبنى عنده. ورا الغابة يبدأ الدرج، تطلع على الدرج ذا والجبل عشان توصل المكان هنا. مكان يشدون له الصينيين رحالهم من مئات السنين. خليني بس اخذ سمي واعلمك وش المكان ذا ولا الحدث اللي عندنا هنا، عشان ما ابدا اشتم هذا واشتم الصينيين واشتم اللي اقترح علي يجي. دقايق بس عيال، دقيقة. هذا قلت له اني قال لي هلا. اي والله ما ادري انت وكيل رقيب ولا ما، بس اني والله قال لي هلا. المكان اللي انا فيه ذا الحين هنا قبل مئات السنين او آلاف السنين كانت فيه راهبة صينية اسمها نانهاي. هذه كانت إذا جت عند البحيرة والصيادين يصيد سمك يركض الموج كذا. هم في القصة اللي عندهم إن الماء يركض والعواصف تروح ويصيدون ويكثر السمك. اليوم إنه طاس النار السمك تحذف نفسها عليك، تقول عليك وجه الله ما عاد تحذف النار ثاني. فمبروكة. واليوم إنها راحت جو هوا وعواصف ودنيا، واليوم إنها جت تحادف السمك عليهم يطيح يقولها هامور كذا، يعطيك جنبه يقول كلني. فقالوا لها تدرين لا تروحين انت مبروكة، وانت هذه شكلها من علامات النتس بوذا، انت بوذا معطيه اسم الروح. فهي يعني قالت ما في مشكلة خلص. فقالوا قعدي عندنا، فقعدت عندهم. فأصبحت يعني يشدون له الرحال. فيوم ماتت بعد سنوات طويلة سووا مجسم كبير جدا لها على قمة الجبل. هذه نانهاي بوذا اللي يجونها الصينيين من كل مكان. ترى المبنى كبير. طبعا يا اخوان الحركة ذي حركة يدها كذا وكذا، وهذه ترمز للقوة وعدم الخوف من شيء عند البوذيين. بالطريقة هذه تقفل الأصبع. يعطيكم العافية الله يسعدكم. هذه يعني لو تلاحظ شفت عشت. طبعا هذه نفس حركة الأصبع اللي علمكم عنها، وهي رمز لعدم الخوف من شيء. شوفوا الربع الضخامة، شوفوا من وين يشوفها. لا إله إلا الله، يا كبر المجسم كبره. ترى بعيد يا الربع بعيد. شوفوا كيف تفاصيل المبنى يا الربع. بدينا يشدني هنا. هذا مجسم عليه شعار النازية يسجد البوذا. في يوم اني سألتهم وش ذا، لاني خفت اني اسأل الصينيين عن هتلر يضربوني هنا، قالوا هذا للحظ الجيد، علامة لحظ. فيا انهم زارفين هتلر يا هتلر زالف ويش يعني، حتى ذولي شرحوا علي يعني. هذه تسمع، هذه استحالة النسال، هذه تسمع وشيء، هذه حروش. طبعا أنا الربع من قلكم الثقافات دي أنا منقلها لكم تصديقا فيها يعني، لكن يحب أكتشف الثقافات ونروح ونشوفها يعني. أما أني أتأثر وأصير بوذي يعني، تخيلوا أني أسوي الواحد عندنا حركة القوة بيضربني على مفرق ساجر، خليني يرتد عن دينهم على طول يعني. عشان أعلمكم، حنا الحين على جبل بركاني طبعا خامد. تراها مجسم كبير مرة. طبعا سألت أنا الصينيين اللي معنا هنا، قلت يعني كم عندكم أنتم بوذا؟ قال لا هذا بس بوذا حق الديرة هذه، يعني هم عندهم بوذا ثاني في مكان ثاني يعبدونه في بوذا، بس إن يعني ذا اليوم انك يعني تعرف اللي اشوف انه علي واجب اليوم مريتكم سلمت. فيوم انهم مروا هنا وقفوا صلوا وسلموا عليها.
يا الربع شوفوا طابع البناء كيف. يا أخي ثقافات الشعوب، عندهم إيمان تام في اللي يسوونه ذا. طبعا المكان مليء بأسماك الكوي. أسماك الكوي الربع دي، شوف العملات الذهبية اللي تحتها منطولة. أسماك الكوي دي ترى بمئات الألوف أسعارها، وتوصل ملايين. شوف ما فيه والله نص، ما فيه والله. أعطيك أذهب تحتك وأنت تبيني أعطيك رز ليه هذا؟ طبعا هذه أحد الشعائر الدينية اللي يتعبدون فيها النانهاي بوذا، ويبدو لي انها تحب الفواكه لانهم يحطوا لها هنا فواكه